السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الدجاج محمر بالطريقه ديالي. كيجي رائع وكتجي زوينه بزاف وكيجي صراحه الدجاج بنين بحال اللي كنحضروه في الفراحات، كيجي رائع. تابعوا معي الفيديو الى الاخر. هنا خديت 3 ديال الدجاجات كيكون فيهم 2 كيلو وزياده. كنكون هنا غسلتهم مزيان وكان عندي في المجمد وجبدتهم خليتهم حتى الكراسون. غادي نحتاج هنا الابزار، شكنجبير والخرقوم عواد او خرقوم بلدي، وغادي نحتاج هنا واحد تقريبا هنا واحد 8 ديال السنينات ديال الثومه اولا ديال الدرس، وغادي نحتاج واحد معلقه ديال السمن الحار البلدي. عندي هنا واحد الحامضه مصيره او الحامض اللي تيكون مرقد، غادي نقسمها على 2 وغادي نقسمها كل نص غادي نقسموه على يعني بحال اللي حامضه تقسموها على 4 باش هكا غادي نحتاجها غير التزيين. داك القشر ديالو غادي نحتاجو للتزيين، والحامض او البابه ديال الحامض اللي غادي نحتاجها باش نشرمل بها الدجاج، كتجي زوينه بزاف. كما شفتوا هنا الدجاج قلت لكم هنا راني غسلته مزيان. يعني كل سيده كيفاش كتعرف كيفاش غسل الدجاج ديالها، ضروري كتغسلوا الدجاج مزيان. والدجاج من الاحسن كتاخذوا الدجاج من قبل، يعني كتاخذوه بحد يومين ولا 3 ايام، ولا كاع بنادم الا كان عنده الوقت بحال هكا ياخذ ولا تيسا ويخليه كتغسلوه مزيان وكتخشوه في الكونجيلاتور. يعني كتحتفظوا به في المجمد، كتحتاجوا واحد المده مثلا يومين حتى كيتكون الدجاج، وكنجبدوه كنطيبوه باش كيجي تبارك الله، كيجي ما شاء الله كيجي زوين بزاف. المهم هذه الطريقه اللي كندير انا. صافي هنا بعد ما قطعت داك الحامض تقدروا ديروا هاد العطريه وهاد مع التوابل كامل كديروه في الخلاط وكتخلطوا كلشي مزيان. انا غادي ندير له غير هاد الطريقه هذه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ما كيتوفروش على الخلاط يديروا غير هاد الطريقه هذه كتجي زوينه. هنا كما شفتوا درت العطريه كامله. كندير هنا شويه الملح، ما كتكثروش الملح بزاف لان مع الحامض تيكون عندنا كيكون ملح. وغادي نحتاج هنا واحد الكاس ديال الماء اللي غادي نخلط به التوابل كاملين. كما شفتوا معايا هنا راه درت السكنجبير والخرقوم والابزار ودرت الحامض مسيار، السمن الحار، الثومه، وكتخلطوهم هكا بالكاس ونص ديال الماء. المهم نحتاج هنا غير كاس الماء اللي غادي نخلط به. صافي كنخلطوا هاد العطريه مزيان مزيان. هنا غادي الدجاج ديالي كما شفتوا غادي نتكو هكا بالمص غير شويه شويه باش كتدخل ليه داك الشرموله مزيان مع الدجاج، وكيجي هاد الدجاج هذا كيجي رائع، كيجي بنين بزاف وكيجي تبارك الله ما شاء الله كيجي رائع بزاف. غادي جربوه غادي يعجبكم. هنا الدجاج بعد ما شرملته مزيان غادي نشد ليه الرجيلات ديالو وكتدخلوهم بحال هكا. صافي هنا كتاخذوا واحد الخيط ديال اللي كنستعملوه في المطبخ. صافي غادي نكتشوهم بحال هكا. هنا كما شفتوا شرملت الدجاج ديالي كامل، غادي نغطيه بحال السلوفان ونخشيه في الثلاجه يعني غير لتحت، وغادي نبيتو الليله كامله حتى الغد ليه ان شاء الله. وهذا غادي نطيبوا هاد الدجاج هذا. صافي هنا بعد ما دازت ليله كامله خديت هنا بصله نقيتها. عندي هنا على حسب 3 ديال الدجاجات غادي نحتاج 3 كيلو، غادي نحتاج 3 كيلو ديال البصله. خديت هنا بصله نقيتها، غادي نقسم كل بصله هكا على 2 وغادي نقطعها هكا بالطول، نقطع بالطول ورجع كنقطع بالعرض. التقطيعه ديالها ساهله بزاف، تقدروا تقطعوا بالهشوار حتى هي يعني كتساعد ودغيا كتسربي. انا كان عندي الوقت هنا قطعتها بيدي بحال هكا.
يعني الطريقه اللي درتو لها كتجي نفس، كتعطيكم نفس الطريقه، نفس هذا اللي بغيتو، يعني التغميره كتجيكم بحال بحال. صافي غادي نقطع هاد الطريقه ديال البصله بحال هكا، وغادي نصب الدجاج ديالي. صافي هنا خديت واحد الطنجره اللي غادي نصب فيها الدجاج. كما شفتوا الدجاج بيتنا الليله كامله، كتكون هنا دخلت فيه شرموله مزيان. هنا الطنجره اللي غادي نصب فيها الدجاج ديالي درت فيها 3 الحبات ديال البصله اللي هكا قطعتهم، وغادي نصب هكا الدجاج. غادي نديرو على الظهر ديالو اول مره حتى كتبدا تغلي ليا، كنقلب الدجاج على الصدر ديالو. هنا راني بغيت ندير 3 دجاجات، ما يعني ما كفانيش المساحه ديالهم. صافي غادي نصب هادو جوج، والاخرى غادي نديرها بوحديتها. انا غادي ندير نفس الطريقه حتى هي، غادي ندير ليها البصله وغادي ندير ليها شويه شويه العطريه. صافي هنا غادي نكمل معكم النصبه ديال الدجاج. هنا خديت واحد الكاس ديال الماء، درت فيه زعفران شعره، ودرت ليه شويه ديال الخرقوم ديال ضامه ديال الزعفران، درت ليه شويه ما تكثرش بزاف. وهنا شديت سربيطه ديال الربيع بين قزبر ومعدنوس ودرتها هكا مع الدجاج، حيت انا ما شرمتش بها باش هكا بغيت التغميره تجيني زوينه، بغيتها تجيني ما تجينيش هكا الا درت فيها الربيع ما كتجيش هكا التغميره صفراء كما كتجي في الفراحات. المهم هذا هو السر ديال الدجاج. هنا درت معلقه ديال سكنجبير، درت شويه ديال الابزار، وغادي نزيد واحد شويه ديال السمن الحار، غير راس معلقه صغيره. وهنا غادي ندير كاس ديال زيت العود مع نص كاس ديال زيت الروميه. زيت هنا واحد 3 المعالق ديال الحامض، كيجي المذاق ديال الحامض كيجي زوين بزاف مع الدجاج. وديك الشرموله اللي بقات ليا زدتها الماء، وغادي نروي بها الدجاج ديالي. هكا الدجاج ما تعمروش عليه الماء بزاف. الدجاج داير كيطيب عنده واحد 40 دقيقه هكا، تبارك الله كيجي طيب. حسبوا له غير هكا غير الوقت، كل مره كتقلبوا الدجاج على حسب نوعيه ديال الدجاج. صافي هنا غادي نروي الدجاج وغادي نخلي الطنجره بحال هكا منفسه، ما غاديش نغطيها بزاف. هكا الدجاج دائما ملي يكونوا كطيبوا الدجاج ما كتغطيوش بزاف هكا باش ما يتفرق عليكمش او يتفتق معكم. هنا كيما شفتوا راه الطنجره غلات وعاودت. صافي هنا غادي نقلبوا على الصدر ديالو. في الاول حطيته على ظهرو، دابا غادي نقلبوا على صدرو. وصافي هنا كتخليوه كيطيب مزيان. غادي نخليه حتى شويه وغادي نزيد عليه بصله. صافي هنا زيت البصيله اللي بقات ليا زدت على الدجاج. وكما شفتوا الطنجره هنا ما كنغطوهاش مزيان، كنخليوها منفسه واحد شويه باش هكا الدجاج ما يطرطق ليناش. هنا خديت الكبده وسلقتها في الماء مع شويه المليحه ورقه سيدنا موسى، وصافي حيدتها. غادي نخليها حتى كتضغمر ليا، حتى كنبغيو ننزلوا التغميره تقريبا واحد 5 دقائق. وهاد كنحطوا عليها داك الكبده اللي مقطعه كطريفات. هاد الطريقه هذه زوينه باش كتجبدوا الدجاج بحال هكا ما يخسر ليكمش. كتجبدوا بالتبصيل بحال هكا ما يخسر لكمش الدجاج. هنا الدجاج ديالي بعد ما طاب غادي نخليه كيسقطر هنا واحد تبقاش فيه داك المرقه، وهذا غادي ندخلو يتحمر. صافي غادي نخلي هنا البصله ديالي كتغمر. غادي نزيد شويه في النار، لان الدجاج طيبته على المهل، يعني كطيبوه غير بشويه، كتكون ناقصه البوطه. وداك النص الكاس اللي بقى ليا ديال زعفران شعره غادي نزيدو على هاد البصيله، وغادي نخليها كتغمر مزيان حتى ما بقى لكمش داك المرقه، حتى كينشف لكم كتبقى لكم غير البصله هكا بحال كتقولوا كتجي بحال اللي معسله. صافي غادي نخليها كتغمر مزيان.
هنا شديت داك شويه الزويته اللي بقات من التغميره وزدت عليها انا شويه ديال الزبده وغادي ندهن بها الدجاج ديالي وغادي ندخلو يتحمر في الفران. انا ما كنقليش الدجاج، كنحمرو في الفران فقط. هو ما كيجيش هكا رافد الزيت بزاف. صافي هنا الدجاج ديالي بعد ما تحمر كنجبدو صافي كنجبدو من الفران وغادي نصفو على الطريقه هذه. هنا الدغميره كما شفتوا ما شاء الله جات فنه، شي ريحتها تبارك الله طالعه كتحمق، جات فنه الدغميره هذه. هنا غادي نبدا كما شفتوني استفت هنا الدجاج وغادي ندير داك الدغميره بحال هكا في الجناب وغادي ندير شويه في الوسط هكا باش ندير عليه الحامض وشويه الزيتون. هنا عندي زيتون ديال الدجاج اللي كنكون غسلته مزيان، وهنا داك الشرائط ديال الحامض مسير غادي نزين بيه بحال هكا وكندير شويه الهريسه وصافي. هذا هو الطبق ديالنا كيكون على الشكل هذا، كيجي صراحه زوين بزاف، ساهل، ما فيهاش بزاف التماره. بالنسبه للمبتدئين تبعوا هذا الفيديو ان شاء الله غادي ينجح معكم. طريقه سهله بزاف ومبسطه وغادي هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى الدجاج محمر اللي حطيت اليوم يعجبكم وتجربوه وتخليوا لي تعليق زوين. شكرا لكم، شكرا الناس اللي انضموا الى القناه ديالي جداد، كنشكرهم بزاف وشكرا الناس اللي معايا، ونتلاقاو في فيديو جديد. الى اللقاء.